منتدى الشرطة والإيمان إني أحب محمدا والله خير شهيدا. لابد أن أعرف بنفسي. أنا تلميذة سارة بصولة، تلميذة بالمستوى الثالث الابتدائي لمؤسسة يحيى البداري، والتي ستقدم لكم اليوم موضوعا ملك قلوبنا وتجذر فينا منذ الطفولة فعشنا الصلاة والسلام على رسول الكريم. السادة رؤساء المصالح في وزارة التربية والتعليم الأول وبيان الحقائق، سيد مدير مؤسسة التربية والتعليم، السادة الأطر الدراسية والأطر التربوية بهذه المؤسسة، السيدات والسادة أمهات آباء وأولياء التلاميذ الأعزاء. إذن بداية سعيدة جدا بالتواجد معكم في هذه المرحلة وما تعرفه من ضغط العمل، وأعتذر عن عدم مواكبة الحفل من بدايته. تعرفون خصوصية هذا اليوم حيث أننا ولله الحمد كانت المديرية قد حصلت على نتائج مشرفة جدا على مستوى الجهة. هذا لا يمكنني أن أكون جاحدة وأدعي أن الفضل فيه لي بتاتا. هناك طاقم إداري وطاقم تربوي على مستوى هذه المديرية قد سهر على هذه العملية من بداية الموسم. الآن فقط أدبر هذه المرحلة الخاصة بالامتحانات. صغيرتي عندما قالت تلك الكلمة مشكورة في بدايتها على أنني منذ تحملت وكذا، أنا حديثة عهد بهذه المديرية، وأنتم أيها السادة الآباء والسادة أولياء الأمور كذلك السادة الأساتذة الأطقم الإدارية، لكم كل الفضل في الحصول على هذه النتيجة. أريد أن أهنئ الأبناء الأعزاء بنتائج محصلة، وأن أتمنى كل التوفيق للمستدركين، وأقول على أننا جاهزون على أتم الاستعداد لنواكب معهم مرحلة الدعم حتى يحققوا أو حتى يلتحقوا بركب إن شاء الله تعالى الناجحين. هذا الحفل التكريمي أو هذا الحفل بصيغته الاعترافية، بصيغته أقول على أنه احتفال يحتفل أو احتفال من خلاله نحاول أن نكرم بطريقة أو بأخرى أطقمنا الإدارية والتربوية. كيف هذا الاعتراف، هذا التميز، عندما أقول حفل تميزي هو في صيغته بصورة مصغرة، حفل تميز بمعنى نحتفل بتميز أبنائنا ونحتفل من خلاله بنجاحاتنا، بمعنى أن الطاقم الإداري والطاقم التربوي في هذه المرحلة من السنة فهي جلسة تقييمية مع وصلة، نشوفوا هذو الوليدات هذو وصلوا وهذو الوليدات كذلك اللي باقي ما وصلوا، نشوفوا هذو اللي وصلوا بحالات ونزيدوا في هذا الاتجاه. والأهم كما قلت سابقا هو أن هذو اللي ما قدوش يوصلوا يجوا لنا نطرح السؤال بشكل مطول، هذو اللي وصلوا شنو المطلوب منا نديروه حنا كقيمين على القطاع باش نحاول حتى هما نوصلوهم الى بر الامان. اذا متمنيات الصادقه ما غنقولوش نهايه موسم لانه باقي ما انتهى، مازال عندنا عمليات مهمه ان شاء الله تعالى باش ننهوه، ولكن بانتهاء هذه المرحله على خير وسلام مع اصدق الاماني كذلك بان تكون السنوات القادمه ان شاء الله تعالى وفق ما تتطلعون اليه وكذلك ما نتطلع اليه نحن. وشكرا مجددا لكل الحضور. نظمت مؤسسة تفتح للتربية والتكوين بقفايا حفلها الختامي، وقد تخلل عدة فقرات فنية أو تربوية، ونشكر جميع من ساهم في هذا الحفل وشكرا. شاركت اليوم في الحفل الختامي لمؤسسة تفتح للتربية والتكوين بقفايا، وتخلل الحفل عدة فقرات تربوية وفنية.
تتم مشاركتنا في حفل التمييز الخاص بمؤسسة التفتح للتربية والتكوين من خلال فيلم قصير تحت عنوان سير تقرا. الفيلم اللي كان المرتبة الأولى في تشبيك الموضوعات الخاصة بالفن التربوي بمشاركة مديريات تمثل السمارة والعلوم والثقافة والجهود، وكنا شاركنا من خلال هذا الفيلم في المهرجان الوطني للفيلم القصير بمدينة فاس. وبالتالي اخترنا بأن نشارك من خلال هذا الفيلم الذي كانت مدته 15 دقيقة، والذي كان يحكي تأثير كأس العالم على التحصيل الدراسي بشكل عام بالنسبة للتلاميذ. السلام عليكم ورحمة الله. نظمت مؤسسة التفتح للتربية والتكوين لطرفايا حفلها الختامي للموسم الدراسي 2022-2023. هذا الحفل الختامي كانت تتويجا لمسار حافل بالأنشطة من مختلف الورشات. تم عرض مختلف الأنشطة التي كان ينشط فيها التلاميذ، حيث عبر التلاميذ بكل تلقائية عن ما تعلموه في هذه الورشات، وحيث لاقى هذا الحفل ترحابا وتجاوبا مع الحضور. والسلام عليكم ورحمة الله. أنا تلميذة صفاء بطولة. أنا جد سعيدة في المشاركة في الختام لمؤسسة مدرسة التفتح للتربية والتكوين.